السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة بعنوان: هل يا دكتور ممكن حشو العصب ده مستقبلا يتلغي؟ اقول لك هو الحقيقة انا الواحد عايز كده يعني بصراحة، وخدنا يعني حاجة بسيطة عنها في الدراسة كده ان ممكن فيما بعد، بس الموضوع ده لسه محتاج يعني يشتغلوا عليه كويس. حكاية ان ممكن يستبدلوا الحشو العصب بعلاج بالخلايا الجذعية، ان هم يعيدوا تاني ان هم يبنوا اللب بتاع السنه اللي هو البلب من جوه تاني. بس يا ريت، والموضوع ده هيوفر حاجات كتير وهيمنع من امراض وعدوى وحاجات، لان برضو زي ما ليه مميزات حشو العصب زي ما بيعمل عيوب. ساعات بيعمل انفكشن جامده، عدوى ممكن ساعات لو كان في مكان مش فيه تعقيم كويس او كلام زي كده، هتلاقي ايه ممكن يسبب امراض ويسبب فيروسات للناس وحاجات زي كده، وفي الاخر يكون راح يصلح حاجه بوظ حاجه تاني. فعشان كده ان شاء الله ايه، يا ربنا يكرمنا في المستقبل نقدر التقنيه دي تستخدم بشكل اوسع. هي لسه عايزه تعتبر محتاجه وقت عشان تقدر ان هي ايه تنتشر، ويقدر ان سعرها يكون ايه اقل، لان اي حاجه لما بتبقى تقنيه مستحدثه زي كده بتبقى في البدايه اسعارها غاليه جدا، وتبقى عشان كده موجوده في الدول المتقدمه بتبقى لسه في البدايات، بتبقى ساعات لسه تحت تجارب ابحاث وكده. فان شاء الله ايه باذن الله يعني في السنين الجايه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستخدمها في مصر. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.